ناس كتيرة جدا بتبعتلي عشان عاوزة تعرف ايه احسن نوع في الاستانلس. النهاردة هكلمكم على الاستانلس بتفاصيل دقيقة جدا، وما اعتقدش حد هيتكلم زي ما انا هتكلم، لان انا عملت حاجة لطيفة جدا لما كنت عايزة اجيب استانلس. طبعا اول استانلس جبته كان الماني من زمان قوي، يمكن من 20 سنة، وكان لسه ما ابتداش يبقى متداول كتير في السوق. كانت ساعتها الصاج والتيفال والمونيا والكلام ده. لما جبت الاستانلس الاول ما كنتش عارفة اتعامل معاه قوي، لان طبعا بيشيط الرز، بيحرق الاكل، الكلام ده كله. بس في حاجتين مهمين قوي لازم نعرفهم في استخدام الاستانلس، ايا كان نوعه وايا كان ثمنه ايا كانت جودته، كله في الاستخدام بيتساوى. لازم تكون النار متوسطة. تاني حاجة لازم شياطة. انا بقى لما حبيت اجيب استانلس تاني عملت ايه؟ انا عندي تبروير، وتبروير طبعا اسعاره بقت في السماء، وبعد كده كان عندي ووك زبتر. عايزه اقول لكم انا عملت حاجه غريبه جدا، رحت اشتريت من كل نوع حلة صغيرة، بقى عندي كله مقاسات كده صغيرة علشان اشوف انا عايزة ايه وهجيب ايه. جربت كل حاجة، جربت فيولا المصانع الحربية، كركماز، جربت زنوكي، الاربعة، ودول اشهر حاجات موجودة، بس ما عنديش زهران. الحقيقة افضل نوع انا حسيت انه زيه زي تبروير بالظبط كان فيولا. ليه بقى؟ القاعدة تخينة، في نفس الوقت من جوه مش بيلمع مط، توصيل الحرارة بتاعه حلو جدا، يعني ما حسيتش بفرق. بعد ده كان المصانع، بعديه كروكوماز. زنوكي بقى لا، سيء جدا، او معايا كان وحش. ايه هو الاستانلس؟ الاستانلس عبارة عن مادة موصلة للحرارة بس مش جيدة قوي في توصيل الحرارة، يعني مش زي الالمونيا. الالمونيا اقوى طبعا، بيكون 18/10. 18 هي كرومر تقريبا، و10 هي نيكل. هو ده تركيبة الاستانلس. اسوأ نوع لما يكون كله استانلس، وحش جدا لانه مش بيوصل للحرارة، يعني بتكون التسوية فيها مش كويسة. في تاني نوع بيكون زي الساندوتش كده، بيبقى ستانلس والمونيا وستانلس، ده بيكون كويس، وبتكون القاعدة بتاعته هي اللي فيها الساندوتش ده، والباقي ستانلس. ده نوع مش حلو قوي، لكن لما يبقى كله زي بعضه 3 طبقات هيبقى حلو جدا. بعد كده تالت نوع بيكون 5 طبقات، اللي هو بيكون استانلس، نحاس، وبعد كده ألمونيوم، وبعد كده نحاس، وبعد كده استانلس. ده بيكون كويس جدا. اعرف منين الكويس؟ لما تكون الحلة تقيلة، لما تتقل في ايدك الحلة تبقى كويسة، لكن الخفيفة لا. عشان كده لما جبت كل الانواع كانت الزنوكي اخفهم، وبعديها كان كروكوماز، وبعديها مصانع الحربية، وبعديها فيولا. عندنا بقى ترتيب الاستانلس. اول حاجة طبعا زبتر، بعد كده عندنا امكو، بعد كده عندنا تبروير، بعد كده عندنا زهران، بيقولوا حلو جدا، خصوصا الشكل الجديد اللي هو مستقيم ده كويس جدا. بعد كده فيولا. انا ده رأيي انا في الترتيب يعني، او فيولا وزهران الاتنين واحد، والاسعار قريبة من بعض. ايه بقى اللي بيخلي فيه اسعار الحلة ب12 وب13 الف والطقم يوصل 50 الف؟ ايه الفرق؟ هو جودة الاستانلس. يعني امكو، زبتر، تبروير، في ماركة تانية انا مش فاكرة اسمها GM تقريبا، دول بيتعمل من الاستانلس النقي اللي هو بيتعمل منه ادوات الجراحة. بالتالي لبن يغلي مش هيفور فيه، لو هو شاط بينضف بمنتهى السهولة. طبعا الاسعار فلكية، بس يعني كل حاجة وتمنها زي ما بيقولوا. بعد كده عندنا في الاسعار المعقولة زهران، وبعد كده عندنا فيولا، والاتنين اسعارهم بقت قريبة جدا من بعض. بس لما نشتري زهران نشتري المستقيمة مش الواخدة بومبي. عندنا بعد كده المصانع الحربية كويسة. عندنا كروكوماز يعني ما ارتحتش فيه قوي، وبعد كده زنوكي لا انا ما حبيتوش يعني. ففي انواع تانية كتير، بس يا ريت ما تجيبيش غير النوع اللي انا بقولك عليه. في دلوقتي ابتدى يظهر بره مصر ناس عندها حساسية من نيكل، ودي مشكلة. يعني احنا ممكن يكون حد عنده الحساسية دي وهو مش عارف، لان النيكل ده بيطلع في الاكل. لما احنا نستعمل الحلل الاستانلس لازم نسخنها كويس، بس ما يبقاش النار عالية، تبقى معقولة شوية، وبعد كده نبتدي نحط الزيت، نحط اي مواد دهنية. يعني ما ينفعش نحطها وهي باردة، لان ساعتها بتكون المسام بتاعتها اتقفلت. يعني برضو الاستانلس في بعض ناس مش معاهم امان 100%. كل حاجة في حياتنا
فيها نسبة ريسك. برضو الاستانلس فيه نسبة الريسك دي، ويمكن انا اول مرة اعرف المعلومة دي. وطبعا احنا بالتالي مش هنعرف مين عنده حساسية من ايه او كده. لما نيجي ننضف الاستانلس ما نعملوش بسلك، لان السلك ده هيبتدي يجرحه. التجريح ده مش صح. التجريح ده بيبتدي يطلع جزيئات منه، وده مش كويس. يعني ممكن برضه هقول تاني، ممكن حد يكون عنده الحساسية دي ومش عارف. طبعا في استانلس دلوقتي ابتدى يظهر بره، هو 18/0، يعني ما فيهوش نيكل خالص، بس ده غالي ومش موجود. الانواع الغاليه قوي طبعا مش هنقدر نشتريها دلوقتي، بس لازم نجيب ماركات معروفه. ما تشتريش اي حاجه وخلاص ومش نفرح بطقم استانلس وبس، لا، لان دي صحتنا. انتي ده اكتر حاجة بتكون ملامسة لاكلنا هي الحلل. فلو ماركة مش معروفة ما تجيبيش. لو انتي عاوزة طقم استانلس وطقم تيفال وطقم مش عارفة ايه، جيبي استانلس واحد بس وخلاص، مش لازم، لان دلوقتي الاستانلس الحلو معدي 5. فلو انتي جبتي طقم وانتي مش معاكي فلوس تجيبي كذا طقم، هو طقم واحد وكفايه جدا. وبكده انا قلتلك كل حاجه عن الاستانلس. واي حد عنده اي استفسار او اي سؤال يكلمني ويبعت لي في الرسائل او في الكومنتس، وانا هرد عليه، وانا برد عليكم كلكم. باي باي.